النادي الأهلي بيكتسح حرس الحدود 5-0. مباراة من أجمل مباريات النادي الأهلي في الموسم. النادي الأهلي مع عماد النحاس هجوم ثم هجوم ثم هجوم. طبعا مش هننكر ان خساره بيراميدز الماتش اللي قبلها ده شجع النادي الاهلي وشجع لعيبه النادي الاهلي واداهم حافز اضافي ان هم يرجعوا على منافسه في الدوري. ولكن يا جماعه اللي انا شفته النهارده في الاهلي، النادي الاهلي عنده رغبه شديده للفوز، عايز يكسب باي طريقه، عايز يكسب سكور، مش عايز يكسب وبس، لا ده عايز يكسب سكور. ما اكتفاش ان هو جاب هدف وما اكتفاش ان هو جاب الهدف التاني، لا بيحاول يجيب التالت والرابع والخامس، ولو كان يقدر يجيب السادس والسابع والثامن. النادي الاهلي النهارده يا جماعه مضيع ما لا يقل عن 11 12 هدف. تاني حاجه عجبتني يا جماعه ان كله بيهاجم يا جماعه، كله بيهاجم. انت متخيل النهارده ان الباك الشمال جاب هدف، الباك اليمين جاب هدف، رامي ربيعة المدافع عمل اسيست، مروان عطية رقم 6 عمل اسيست. عجبني برضو النهارده كمان يا جماعة مروان عطية النهارده كل تمريراته للأمام، كل تمريراته كسر للخطوط، كل تمريراته في ظهر دفاع حرس الحدود. واغلب لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت بتعمل نفس القصه دي. مروان عطيه النهارده كان مستواه خرافي. كمان امام عاشور يا جماعه عمل النهارده اداء عالي جدا، عمل اداء مميز جدا، كان ناقصه بس انه يتوج المجهود الكبير اللي عمله في المباراه بهدف، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ممكن ان شاء الله تتعوض في المباريات اللي جايه. اهم حاجه فرقت معايا النهارده الرغبه، الرغبه في الفوز، القتال على الفوز، القتال ان احنا عايزين نكسب باكتر من هدف، الضغط العالي يا جماعه وسرعه استرجاع الكوره. النادي الاهلي يا جماعه هو ده النادي الاهلي يا جماعه. النادي الاهلي مش هو الفريق اللي يفضل مستني ورا ومستني الخصم يحضر عليه هجمه ومستني الخصم هيعمل ايه بالكوره وانا واقف مستني ورا زي ما كنا بنلعب ايام كولر. مش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي يضغط من قدام ويسترجع الكوره باسرع وقت ممكن. واحنا جبنا النهارده 4 اهداف بالطريقه دي، ان احنا بنقطع الكوره في نص ملعب حرس الحدود بضغط عكسي مميز جدا، وبنقدر ان احنا نعمل هجمه سريعه نجيب منها اهداف. هو ده النادي الاهلي وهو ده اسلوب لعب النادي الاهلي. عجبني كمان يا جماعه في الكابتن عماد النحاس سرعه التغييرات. الكابتن عماد النحاس يا جماعه بيغير على طول، ما بيستناش كتير، على طول بيبتدي الشوط التاني بنعمل تغيير، طاهر محمد طاهر بيطلع عشان تقريبا عنده اصابه خفيفه وينزل حسين الشحات، وعلى طول بعدها قفشه بينزل مكان السوليه، علي معلول بينزل مكان بن شرقي. وهنا لما علي معلول نزل مكان بن شرقي، هنا كوكا راح في وسط الملعب، وامام عاشور راح جناح شمال، وعلي معلول لعب باك شمال. وعلي معلول يا جماعة عمل 20 دقيقة مثالية، عمل 20 دقيقة من علي معلول بتاع زمان. وحتى لو ما كانش عمل ال 20 دقيقة الحلوة دي، علي معلول ده يا جماعة أسطورة يتشال فوق الراس. كفاية بس إن إحنا نشوفه في الملعب وإنه بيلمس الكورة مع النادي الأهلي، دي كفاية علينا. عمل كورتين يا جماعة بهدفين، كرة عرضية لإمام عاشور، إمام عاشور معرفش ضيعها إزاي، كرة ما تضيعش أبدا، كرة عرضية على الأرض، إمام عاشور للأسف ضيعها. وكرة تانية بالهيد لجراديشار وداه انفراد، ولكن حارس الحدود تألق وصدها. فعلي معلول وجوده في الملعب يا جماعة ده أهم من الماتش وأهم من نتيجة الماتش عند جمهور النادي الأهلي. كمان عجبني حاجة مهمة جدا، الكثافة الهجومية يا جماعة. النادي الأهلي مع كولر كنت بتروح مثلا بالهجمة بتلاقي 2 3 معاك بس. دلوقتي يا جماعة النادي الأهلي في ماتش حرس الحدود في خمسة موجودين في منطقة جزاء حرس الحدود، في 5 موجودين في التلت الأمامي لفريق حرس الحدود، 5 بيضغطوا و5 موجودين، بحيث تفتك الكرة تعمل تحول هجومي سريع، يبقى 5 عندك حلول هجومية كتير قدامك تقدر تستغلها. ده اللي كان بيفتقده النادي الأهلي مع كولر. فالكثافة الهجومية دي كانت مهمة جدا، عملها النهارده عماد النحاس بشكل مثالي، إن هو عمل كثافة هجومية في نص ملعب حرس الحدود وفي التلت الأخير لملعب حرس الحدود بشكل مكثف جدا، خلت النادي الأهلي عنده أفضلية طول الوقت. أول ما يقطع الكرة يعمل التحول السريع ويجيب اهداف. مستوى بن شرقي يا جماعه عليه شويه علامات استفهام. بن شرقي لغايه دلوقتي مش حاسه منسجم مع فرقه النادي الاهلي. يعني شفنا النهارده تالق لعيبه كتير، تالق مروان عطيه، تالق امام عاشور، تالق طاهر محمد طاهر، حسين الشحات لعب ماتش كويس جدا، وسام ابو علي الى حد ما كان كويس، ما عجبنيش 100% بس الى حد ما كان كويس. يمكن اقلهم في المستوى كان بن شرقي. بن شرقي النهارده ما ظهرش خالص، بن شرقي تقريبا لسه ما انسجمش مع الفريق بشكل كامل. حتى الأجنحة بتاعتنا كانوا مميزين جدا، خط الدفاع النهارده كان مميز، فكله كان مميز جدا، بس بن شرقي واضح إنه محتاج شوية وقت عشان يدخل مع الفرقة أكتر. 3 نقاط جديدة، 3 نقاط هتولع الدوري ودخلت النادي الأهلي في المنافسة بشكل كبير جدا، وبانتظار إن شاء الله إعادة مباراة القمة. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لعماد النحاس، وإن شاء الله بإذن الله الدوري في الجزيرة.